في لحظة ممكن حياتك كلها ممكن تتقلب رأسا على عقب. بنت بريئة كانت راجعة من زيارة عادية في آخر شهر رمضان، لكن للأسف وقعت في مصيدة شيطان بشري، ولولا ستر ربنا سبحانه وتعالى كانت هتبقى ضحية طريق مظلم واغتصاب بشري. القصة بدأت لما البنت ركبت توك توك بين شارع ورشة البلاط بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية. فجأة سواق التوك توك غير الطريق وقال لها ده اختصار علشان الشارع كله مطبات ومكسر وحواري ضلمة. مش بس كده، ده وقف في مكان مهجور وسط بيوت قديمة، يعني حرفيا مكان مفهوش صريخ ابن يومين. فجأة وقف التوك توك بحجة اللي هو عطل. فجأة طلع تليفونه وبدأ يكلم حد من أصحابه ويقول له اتعشينا تعالى خد الأكل. طبعا البنت حست وقتها اللي فيه مصيبة جاية. البنت زقته وحاولت تجري ولكنه طلع مطوه وقال لها انا حمو جوافة يا بنت كذا. البنت ما استسلمتش وزقته بكل قوتها وبالفعل قدرت تهرب، لكن هو نتش الشنطة منها وخد كل اللي موجود فيها من موبايل وبطاقة ومبلغ مش كبير. المهم اللي هي نجت بروحها، ولولا العناية الإلهية اتدخلت لكانت هتكون ضحية لاغتصاب في الشارع المظلم دوت. بعد ما هربت لقت عربية ماشية في الطريق وحكت لهم على كل اللي حصل وبالفعل ساعدوها. كارثة بقى اللي حصلت اما راحت تحرر محضر بالواقعة اللي حصلت، رفضوا يعملوا لها محضر علشان معهاش بطاقة شخصية. بعدها بشوية اكتشفت البنت اللي رصيدها في محفظة فودافون اتسحب عن طريق البطاقة الشخصية بتاعتها. مش بس كده، ده البنت معاها كمان الرقم اللي اتسحب عليه ومعاها صورته كمان. رجعت مع اخوها نفس الشارع اللي حصلت فيه المشكلة وسألت الناس، وكمان رجعت الكاميرات. الكل اعترف عليه وقالوا اسمه حمو جوافة ومعروف بالبلطجة. التوك توك بتاعه مميز وسقفه لونه بينك. واول ما البنت طلعت بطاقة جديدة راحت حررت محضر رسمي في اسم الدخيل. يعني باختصار ما تركبيش توك توك او اي وسيلة مواصلات وتكون لوحدك. مش بس كده، ده كمان ما ينفعش تركبي توك توك وتلاقي اتنين شباب قاعدين قدام. اي تغيير في الطريق او اي حركة مش طبيعية انزلي فورا وخليه يقف حالا. وطبعا الغرض من الفيديو دوت لكل البنات اخواتنا، وخلي بالكم احذروا كويس جدا من التكاتك وخصوصا في الشوارع والاماكن الضيقة، لان القصة دي مش مجرد سرقة، لان حياتك اهم من اي مشوار. التوك توك مش امان لو لوحدك، هي نجت بفضل ربنا ولكن غيرها ممكن ما يلحقش. خلي بالك حياتك مش لعبة.